مساء الخير. انا النهارده هعمل معاكم جلاش بطريقه حلوه جدا بالفراخ، وهقول لكم الفراخ انا عاملاها ازاي. انا قطعت الجلاش زي ما انتم شايفين، انا زي ما الرول كده بتاع الجلاش ملفوف، انا قطعته ما فكتهوش، وهنرصه دلوقتي في الصينيه. طبعا لازم الصينيه تكون مبطنه بزيت وشويه دقيق. اهو انا طبعا رصيت الجزء الاولاني تمام. هحط دلوقتي عليها بقى شوية بشاميل. انا دلوقتي حطيت طبقة من البشاميل على الجلاش، وبعد كده حطيت الشاورما اللي انا عاملاها بتاعة الفراخ. طبعا الشاورما دي انا عاملاها ازاي. بشرت 5 بصلات كبار، عايزه اضربيهم في الكبه براحتك، وبعد كده في الاخر لاول ما البصل يدبل هتحطي الفراخ. انت هتكوني جايبه الفراخ نص كيلو، نص كيلو ده هيعمل لك كذا صينيه. والفراخ انا مقطعها حتت صغيره تمام. وبعد كده بتسيبيها مع البصل يتشوح مع البصل لحد ما الفراخ تستوي، وتحطي جميع التوابل اللي انت عايزه تحطيها على الفراخ والبصل. وبعد كده بتسيبيها شويه، وبعد كده تبتدي ان انت تكوني مقطعه فلفل الوان احمر واصفر، وفلفل رومي اخضر، وفلفل حامي. هتقطعيهم وتقومي حطاهم مع الفراخ والبصل، وده هيديكي الشكل ده. هتحطي ايه عليه؟ هتحطي الملح بتاعك اخر حاجة، وهتحطي صوص الباربيكيو وصويا صوص، بيدي طعم حلو جدا ونكهة حلوة جدا. وهتكوني ضربة طماطمايه او 2 في الكبة من غير مية، وتكوني حطاها مع الفراخ، هتدي الشكل والريحة ديت. طبعا ما شاء الله حلوة جدا. نص كيلو هتعملي كذا صينية زي ما انتوا شايفين، وممكن تعملي كمان منها كريب. فهنكمل بقية الصينية بتاعتنا. ده الجلاش بتاعنا. طبعا انا بعد ما خلصت الجلاش حطيت الطبقة بتاعة البشاميل. قبل ما احط طبقة البشاميل حطيت الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي مبشورة، جبنة شيدر مبشورة. عندك ما عندكيش خلاص مش لازم. وبعد كده طبعا ما تنسيش تحطي كريمة لباني مع البشاميل اللي بيدي طعم حلو جدا وريحة حلوة. وبعد كده قمت حاطة طبقة البشاميل، وطبعا الأحمر ده كان متبقي معلقتين بشاميل، حطيت عليهم بضاية، وحطيت عليهم معلقة صلصة وكمون وفلفل، وضربتهم كويس وعملت بيها الوش تمام. وحبة البركة دي بتدي طعم حلو جدا. قبل ما تحطيها في الفرن، طبعا الفرن لازم يكون سخن يعني دافي كده 5 دقايق. وبعد كده بتحطي الصينية بتاعتك قبل ما تستوي. طبعا على وشك السوى هتطلعيها، هترشيها من فوق الجبنة الرومي المبشورة او الجبنة الموتزاريلا المتاحة عندك، حطيه. وبعد كده دخليها الفرن تاني، وانت بتاكليها وبتقطعيها هتلاقيها بتمط معاكي. وبألف هنا والشفا.